السلام عليكم البنات. اليوم غادي نوجد معكم بسبوسه طبقات. البسبوسه بمقادير بسيطه وسهله التحضير. بالنسبه للبنات المقادير عندي هنايا كاس تاع الزيت بقياس العنبه، كاس ديال سنيده، دانون ديال الفاني، جوج بيضات، فانيلا، خماره، نص لتر ديال الحليب وربعه ديال السميده. البيض، واحد القرصه ديال الملح، كاس ديال سنيده، واحد الفانيلا، دانون فاني، صافي. غادي نعبر بكاس العنبه جوج معالق وجوج كيسان ونص ديال السميده رقيقه. المهم هذه في الطبقه الاولى، الكاس الاول ديال السميده، غنزيد الكاس الثاني، غنزيد جوج خمارات ديال الحلوه، المهم صافي. انايا غادي ندير غير جوج كيسان ديال العنبه. المهم هذا هو القوام اللي بغيت انا. المهم الا كان عندكم البيض كبير تقدروا ديروا جوج كيسان ونص. صافي البنات، مول خديتو دهنتو بزيتو سميتو سميده رقيقه. صافي كديروا غير النص ديال هاد السميده ولا ديال هاد الخليط ديال البسبوسه، كديروا غير النص صافي. وغادي ندخلها انايا للفران باش طيب وندوزو باش نوجدوا الكريمه الثانيه. البنات بالنسبه للطبقه الثانيه عندي هنايا نص لتر ديال الحليب، ثلاث المعالق كبار عامرين سنيده، وهنايا عندي جوج معالق ديال المايزينا، زائد معلقه كبيره ديال الدقيق ديال الفورص، دانون مسوس، ثلاث الفرماجات وفانيليا. بالنسبه للحليب غندير معاه غير سنيده وسميتو والمايزينا والمعلقه ديال الدقيق صافي. وغنديرو في البوطه حتى يختار. عاد غنزيد عليه سميتو فرماج ودانون مسوس. صافي البنات، من بعد ما اختار الحليب ها هو زدت عليه الفرماج حتى هو داب، غنزيد عليه دانون مسوس صافي. غادي نخرج البسبوسه الطبقه الاولى اللي طابت صافي. وغادي نخرج منها الكريمه. ممكن ديروا دانون مسوس، ممكن ديروا بيرلي. صافي البنات، البسبوسه من بعد ما خرجتها من الفران راه كتجي رطبه. المهم الا جاتكم شويه قاصحه يمكن لكم تسقيوها، ولا ما جاتكمش خليوها غير هكاك. بالنسبه لي انا جاتني رطبه صافي. غادي غندير هذه الكريمه صافي. غادي نخليها تتقبط راسها تتبرد صافي. وغادي ندير فوق منها سميتو النص الثاني ديال البسبوسه اللي باقي. البنات هي بعد ما قبطات راسها الكريمه اللي بردات
المهم الا بغيتي تخلوها تبرد راه كتبقى تبرد وكتبقى راسها. انا دخلتها رجعت دخلتها للفران، شعلت عليها غير من الفوق صافي، وهي تقبض راسها صافي. هنايا الخليط الثالث ديال السميده، هو غادي يختار لكم. زيدوا شويه ديال الحليب باش يطلق لكم صافي، وكتبقاو تكبوا بحال هكا. صافي البنات غندخلها للفران، غديروها الفوق تشعلوا لها غير من التحت، تتبان لكم هاد الطبقه الفوقانيه طلعات صافي. عاد كتشعلوا عليها من الفوق باش تحمر، ومن بعد تخرجوها غتكونوا موجدين ديجا السيروب. انا قديته هنايا بالكاس 2 كيسان ديال الماء، كاس ديال سنيده وقشور ديال الحامض، هي باش غادي نسقيها ملي تكون خارجه وهي باقا سخونه، السيرو يكون بارد. البنات هذا هو الشكل النهائي ديال البسبوسه اللي وجدت معكم اليوم، كتجي على هذا الشكل هذا. المهم خليتها حتى طابت صافي، ملي خرجتها من الفران سقيتها مباشره بالسيرو اللي وجدت معكم، كتجي على هذا الشكل هذا. المهم كتجي ناجحه وكتجي لذيذه. كنتمنى البنات الوصفه اللي تعجبكم، والى الملتقى ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامه.